بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنتكلم عن حاجة جديدة النهاردة وفيديو جديد من فيديوهاتنا. ازاي نحرق كل نسخ الويندوز على فلاشة واحدة، بحيث يكون معايا كل الأجهزة تتوافق مع كل الأجهزة اللي أنا بشتغل عليها. يلا بينا ما نطولش في المقدمة ونخش على طول في الشرح والحاجة اللي هنشتغل بيها. النهاردة لازم نتكلم عنها في البداية الأول. البرنامج المستخدم هيكون معانا النهاردة فينيتوي، وإن شاء الله هنحمله مع بعض، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وباذن الله الفلاشه اللي هنشتغل بيها ما تقلش عن 32 جيجا، على اساس ان انا اقدر اعمل عليها تحديثات بعد كده، وهنشوف ازاي الكلام ده هيحصل مع بعض. وباذن الله نسخه الويندوز اللي انا هشتغل بيها، اذا كانت انا عايز اعمل نسخه اكس بي ونسخه 7 و8 و10 تمام، وكمان 11. يعني لو انا عايز اعمل نسخ الويندوز كامله، وكمان لو انا عايز اقدر اعمل عليها ويندوز لينكس للناس اللي بتحتاج اللينكس. بس احنا ان شاء الله مش موضوعنا النهارده، ان شاء الله هنتكلم على كل نسخ الويندوز بس. فهنبدا باذن الله نبدا ان شاء الله الفيديو مع بعض. اول حاجه هنحط الفلاشه، وهنفتح المتصفح يا جماعه على واعمل التحميل للفينتوي. انا هضغط على كلمه داونلود دي. طبعا هي الشاشه الرئيسيه للموقع، هي بتبقى واقفه على هنا. انا بضغط بقى على داونلود على اساس ان انا هختار النسخه اللي انا هشتغل بيها. فطبعا انا هجيب لكم ده اول ما بتفتح الجهاز، ده الشكل بتاع البرنامج. ودي الحاجه انا بعد ما اضيفها بتكون بالشكل ده على حسب الحاجه اللي انا ضايفها. طبعا الشكل ده طبعا حسب الصوره اللي متاخده من الموقع. فطبعا انا اقدر اضيف كل ده واقدر احط على احتياجاتي حسب ما انا عايز. فطبعا عشان ننزل البرنامج هنضغط على داونلود، وهنعمل له تحميل مع بعض. انا هاخد النسخه المضغوطه. هو بيقول لك داونلود لاستد فيرجن، يعني تحميل اخر اصدار. هعمل عليها اوكي. تمام. هو هيعمل تحميل تلقائي بعد الثواني دي يا جماعه. معلش يا جماعه النت تقيل معايا، معلش. طيب خلينا ايه، اهو بدأ التحميل بالفعل خلاص اهو. انا هسيبه يحمل بالشكل ده عندي. تمام، وهفتح البرنامج مع بعض. هو الموضوع سهل يا جماعه باذن الله، يعني الموضوع مش صعب، وخصوصا الموضوع ده يفيد مين؟ الناس اللي بتشتغل، اللي هم مهندسين الصيانه والمستخدمين العاديين. لو انا محتاج ان انا انزل نسخه عندي لجهازي من غير ما اروح بيها لحد، بحيث ان انا ايه اوفر على نفسي وقت وجهد، وان انا كمان حتى الفنيين يبقى معاهم كل نسخ متاحه في فلاشتهم، بحيث يحتاج لها وقت ما يكون عايز ما يكونش فيه اعطال. باذن الله هنفتح المجلد بتاعها ان شاء الله كده ونفك الضغط عنها. طبعا برنامج فك الضغط كلنا عندنا كل الويندوز موجود معاه، ولو انتوا ان شاء الله محتاجينه هسيب لكم في صندوق الوصف البرنامج، بس اعتقد ان هو موجود عند كل الناس يعني. انا هفك الضغط عنه وهشتغل بالايقونه الزرقاء دي. تمام، اللي هي فيندوي ديسك دي. ننزل دي تحت ونبدا بقى ايه نشتغل على البرنامج اللي احنا شغالين بيه، الفينتوي. طيب انا محتاج اعمل ايه يا جماعه؟ ان انا اضيف النسخ الويندوز، واعمل الاول هعمل انستول هنا على الفلاشه، بحيث ان انا
يفرمط الفلاشه اللي هنشتغل عليها، وبقول لي الفلاشه هي 32 جيجا لازم ما تقلش عن 32 عشان اقدر اشيل عليها كل النسخ. هعمل انستول، هو بيقول لي ان كل الداتا اللي عليها هفقدها. طبعا هعمل لها فورمات، هو كده بيعمل لها اعاده تهيئه. وانا مش هعمل حاجه تاني يا جماعه غير ان انا هاخد النسخ اللي موجوده عندي اللي انا عايز احطها في البرنامج او على الفلاشه، هاخدها كوبي وبيست من غير ما افك ضغط. يعني انا عايز احط ويندوز اكس بي، عايز احط ويندوز 7، عايز احط ويندوز 8، عايز احط ويندوز 10، ويندوز 11، بحطهم كوبي وبيست زي اي حاجه انا بنسخها على الفلاشه مباشره. وبعد ما بتنتهي الفلاشه ببدا استخدم، بعد ما ينتهي النسخ، اقدر اشتغل بالفلاشه بشكل طبيعي كده. خلاص هو بيقول لي حتى خلاص ان تمت التهيئه بنجاح، خلاص الدنيا تمام. هقفل ده بقى تمام كده واروح على الفلاشه، هي اتقسمت معايا كده. هدور بقى على النسخ الويندوز اللي عندي تمام واعمل لها نسخ. انا هختار مثلا نسخه مثلا نسخه 10، هختار النسخه اخر اصدار دي وهعمل لها، انا هاخد الملف ده كده هعمله كوبي او سند تو للفينتوي ماشي، وهختار التاني النسخه التانيه عشان ما اطلعش من الفولدر كل شويه وادخل فيه تمام. واخد نسخه مثلا 7، هاخد النسخه اي نسخه عندك يعني، انت حسب النسخه اللي موجوده عندك يعني. فانا بختار دايما النسخه اللي متوافقه مع كل الاجهزه تمام فينتوي. وهختار كمان نسخه انا ما عنديش ايه تقريبا يا جماعه، انا ما حدش بقى بيشتغل بيها لانه يعني المستخدمين دايما بيشغلين ب 10 و11 دلوقتي. ال7 موجود برضو بس مش كل البرامج بتشتغل على التحديثات القديمه بس هي اللي شغاله عليه. فاحنا خلينا هنشتغل بالنسخ اللي احنا محتاجينها. انا دلوقتي بشرح بس الطريقه، مش بحدد عليك تشتغل بنسخه ايه، كل واحد بحسب احتياجاته. احنا بس بنعرف الطريقه مع بعض ان احنا نعمل فلاشه بتشتغل لكل الاجهزه او فلاشه شامله بكل البرامج اللي عليها. فانا هختار النسخه دي مثلا لل11 تمام. وبعد ما نسخت كل النسخ اقدر كمان يا جماعه اعمل حاجه مهمه جدا، انه احط عليها بارتيشن ماجيك او اي برامج خاصه بالسوفت وير. يعني عايزه مثلا الاسطوانه دي شامله صيانه وشامله باسوردات اللي هي فك حمايه الحمايه من على الباسورد من على الجهاز تمام، وكمان شامله برامج وشامله كل حاجه. فطبعا انا هنقلها بشكل مباشر. طبعا انت تقدر تحط برامج الصيانه الخاصه بيك انت. فطبعا كل واحد بالنسبه للفنيين بيقدروا يرتبوا شغلهم بنفسهم طبعا. فانا بشرح بس الطريقه للناس اللي مش عارفه تعمل ده ازاي. طبعا عشان النسخ تقيل يا جماعه والحاجات احجام الويندوزات احجامها كتير. فبالنسبه لنسخه الويندوز اللي هي حجمها كبير يفضل يكون نظام الملفات للفلاشه يكون NTFS. فانا هعمل بس الاول النسخه اللي انا هشتغل بيها الخاصه بالصيانه اللي هي شامله بقى البرامج، تقسيم الهارد، الانتي فيروس لو انا بعمل انتي فيروس من خارج الويندوز. وطبعا دي ان شاء الله باذن الله نعمل لها حلقات تانية. فاحنا بس مش بصدد الموضوع ده، انا بس بشرح الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها. فان شاء الله انا هستاذنكم بس عشان خاطر النسخ يخلص، عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل وتملوا مننا. فباذن الله ارجع لكم بعد ما يخلص نسخ، وباذن الله نبقى نجرب الفلاشه مع بعض. انتظرونا. ورجعنا طبعا يا شباب، وانا تعمدت ارجع في الوقت ده عشان خاطر اقول لكم انه الوقت هي خدت وقت طويل قوي في النسخ حسب الملفات والنسخ اللي انا حاططها على الفلاشه. وطبعا هو الفينيتوي بتاع الشغل التقيل، يعني انا كمان اقدر اضيف عليه كل اللي انا عايزه. فان شاء الله رب العالمين يخلص الحاجات اللي باقيه دي في تحميل النسخه او في نقل النسخه، وان شاء الله هنقدر نجرب النسخه مع بعض.
عشان نتأكد كمان انه النسخة تمت بشكل سليم، ونشوف حتى التصميم بتاعها زي انا ما وريت لكم في الشاشة بتاعت الموقع بتاعها خاصة ب الفينتوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا جماعة، واتمنى دعمكم والمشاركة وتفعيل زر الجرس، وطبعا لايك، على اساس انه يكون في مزيد من الفيديوهات وتشوفوها معانا، واتمنى تكون بتعجبكم. وان شاء الله استنونا في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.